السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا واضح من السكرين اللي ورايا احنا هنتكلم عن ايه النهارده. النهارده هنتكلم عن شحاتين بيشحتوا بطريقه جديده، طريقه مختلفه، طريقه فيها كرياتيفيتي. ناس منهم وصلوا للعالميه بجد، ومش بهزر، يعني اوروبا وامريكا. هنشوف مع بعض النهارده شحاتين وصلوا للمليون وانت لسه. الراجل اللي جنبي ده واحد من اذكى الشحاتين اللي شفتهم في حياتي. الراجل ده بيقف كل يوم من الساعة 8 الصبح للساعة 12، ومن الساعة 2 الظهر لغاية الساعة 11 بالليل. بيقعد ساعتين بس راحة في النص، وبعدين بيشتغل طول اليوم واقف زي كده لابس. ده حجاجوفيتش. الراجل ده بيسافر، هو رحالة وكده، بيسافر وبيصور من كل حتة في العالم يعني، وبيجيب أغرب حاجات بيشوفها وبتاع. فهو دلوقتي بيصور من أوروبا. إن في راجل مصري كان بيشحت هنا عند الأهرامات. ده اللي مكتوب يعني، إن هو كان بيشحت عند الأهرامات في مصر، وطردوه وقطعوا عيشه. أهو راح هاجر أوروبا وابتدى يعمل هناك الطريقة اللي هي كان عايز يعملها هنا. هو كان عايز يلبس لبس فرعوني ويشحت عند الأهرامات. انت العبد الجديد. يا باشا كلنا عباد الله، بس اللي تشوفه يعني. طردوه وهو قرر يسافر بعدها. فبيقول لك راح هاجر اوروبا وبيعمل كده 13 ساعه في اليوم. الراجل عنده شيفت 13 ساعه في اليوم. يعني انت لو بتشتغل 8 ساعات وزعلان، ففي واحد اهو سافر اوروبا عشان ما عرفش يحقق حلمه في مصر، وبيشتغل 13 ساعه في اليوم وكوميتمنت، التزام. وبيكسب اكتر من 500 يورو يوميا. 500 يورو يوميا، عارف 500 يورو يعني كام؟ يعني اكتر من نص مليون جنيه شهريا. القناع بتاع توت عنخ امون زي ما انتم شايفين عامل نفسه ان هو موميا فضي. ناس من جميع انحاء العالم بيجوا هنا يدوا له فلوس طول النهار. كسب مبالغ كبيره جدا، احنا متابعينه بقالنا كذا يوم، كل يوم بيجي في مواعيده بالظبط، الصبح وبالليل. الناس كل واحد هي فكرة كرييتيف عامة يعني. تعالوا نتكلم عن الفكرة، سيبنا من المبدأ، عشان كده كده الفيديوهات اللي جاية هنشوفها كلها دي ما فيهاش مبدأ خالص. يسأل عن المبدأ وقت المدى. فبره عن المبدأ، هي فكرة كرييتيف يعني، فيها سنة ذكاء وإبداع الصراحة. هتقول لي هي حاجة بسيطة جدا، إيه يعني؟ ده لابس لبس فرعوني وبيقف يفضل يعمل كده زي الراجل اللي كان في فيلم همام في أمستردام. لا بس الموضوع اكبر من كده، لان الراجل كان بيخطط ان هو يلعب على عقليه الاجانب طبعا، اللي بتنبهر بالحاجات الفرعونيه بتاعتنا وكده. فكان بيحاول يعمل كده في مصر، ولما لقى الموضوع ما ينفعش في مصر راح مسافر وحب يعمله بره، واكيد طور منه، عمله بشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. صارف على الميك اب وعلى الاوتفيت على اللبس. بس جامد الصراحه يعني. بس طبعا كمبدأ يعني، انا شايف، معرفش انتوا شايفين ايه، قولوا لي في الكومنتات. بس انا شايف ان ده في الاول وفي الاخر شحاته. انت بتقل من نفسك، انت واقف تشحت سواء لابس لبس فرعوني مش مبين انت مين برضو. انت واقف تشحت وبطريقه فيها حك في التاريخ بتاعنا يعني. فبالنسبه لي دي اهانه الصراحه. جاي يروح رميله في الكاس اللي هو حاطه على الارض ده فلوس. اول ما يحطوا له فلوس يروح ينحني ليهم، او ان هو يحرك دماغه يمين وشمال. حاجه بجد يعني انا حتى لو هكسب 500 يورو دول في اليوم زي ما هو بيكسب، ومتاكد ان كل يوم هنزل هكسب ال 500 يورو، مستحيل اعمل كده برضه يعني. مش عارف، انتوا قولوا لي رايكم، لو انتوا يعني بالنسبه لكم دي فكره حلوه وترضى تعملها، تسافر بره تعملها، قولوا لي. جميله جدا جدا جدا. ازاي الواحد يفكر بره الصندوق، ازاي الواحد يفكر، ازاي يبقى مبدع، ازاي يعمل حاجه يا جديده ريس، مختلفه. مش قوي كده، ما تشكرش في الراجل قوي كده يعني. ماشي يعني قشطه، بس هو مش حاجه مشرفه عشان تفضل الناس هتلاقيهم ملمومين حواليه طول اليوم، والراجل ده عرف لازم يتلموا يكسب حواليه ازاي طبعا، ما ببساطه بالنسبه لهم شديده. ده فضائي. عرف يكسب كويس جدا من حب الناس الشديد لمصر. عارف ان هو حاجه لبسها او شكل لبسه يا نهار اسود. كل الناس عارفاه بس باختلاف. بقول لك ايه، صعبه برضه يعني. بص، هو بيثبت على المنظر ده طول اليوم. يعني هو جوه ده، هو ده مش ميك اب، ده قناع هو لابسه، رقبته باينه من تحت، وده قناع هو لابسه. برضه شقه، انت بتقعد 13 ساعه لابس القناع ده وعمال توطي وبتاع للناس. هي شغلانه فيها شقه الصراحه يعني. يمكن فيها شقه اكتر من بيع المناديل. بس بيع المناديل ممكن يكسبها 500 جنيه في اليوم، ده هيكسبها 500 يورو في اليوم. العثور على مليون جنيه في منزل متسولة. لقوا مليون جنيه في بيت واحدة شحاتة بعد ما ماتت.
يا نهار اسود، جنيهات يا لهوي كمية فضة أصلا لو وزنتها وبعتها تجيب فلوس. يا نهار اسود. يا لهوي يا جدعان، بصوا أكياس الفلوس، كل دي أكياس مليانة خمسات وعشرات وعشرينات. أنا عايز أعرف هي دي قعدت تلم مثلا كام سنة في المبلغ ده؟ يعني دول خدوا كام سنة شغل يعني؟ برضو مليون جنيه، مليون جنيه مكافأة موظف طالع على المعاش، موظف كبير طالع على المعاش. أنا عايز أعرف اشتغلت كام سنة عشان تجمع الرقم ده، وفي الآخر ماتت. هي المشكلة إن بص، يعني هي أنت متخيل إن أنت تقعد تشحت طول حياتك وتذل وتهين في نفسك عشان تجمع فلوس وتكنزها وتحطها في أكياس وبتاع، وفي الآخر تموت ما تصرفهاش أصلا. بعد كده معانا واحد بيكسب 500 يورو في اليوم من الشحاتة على يد فرعوني بره، ومعانا واحدة كانت بتشحت ولقوا مليون جنيه في شقتها. الله يرحمها، كرتونة المناديل ما كانتش تاخد في ايدها اشارتين. اشارتين بس. واحد كاتب في الكومنتات انا نازل دلوقتي اقف على اشاره. طيب هنيجي بقى لنوع الشحاته اللي انا شايفه فيه اهانه اكتر من النموذجين اللي شفناهم اللي فاتوا دول، مع ان اللي شفناهم اللي فاتوا دول هو الشحاته اللي هي فيس تو فيس، انت بتبقى واقف بتشحت قدام حد وبيديك الفلوس في ايدك. دي الشحاته الالكترونيه اللي كلنا عارفينها بتاعت لايفات التيك توك، وهنشوف اغرب طرق واكتر طرق كرييتيف في لم الفلوس. انت جاي تجري عليا ليه كده؟ الله 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 الله. دي واحدة بتشحت بطريقة فن، يعني هي قررت إن هي تقريبا كان عندها عقدة منذ الطفولة إن كانت بتحاول تروح بمراجيح وأهلها ما كانوش بيودوها. قررت تطلع التروما اللي عندها وفي نفس الوقت تعمل فلوس. ما شاء الله عاملة زحلية، تقريبا عاملاها بمرتبة أو بترابيزة مكوى وعاملة مرجحة. بس أنا شفت فيديو قبل كده كانش فيه مرجحة، دي المرجحة دي غالبا جديدة. ده فيديو تاني ليها. والله جامد، يعني معرفش ليه بس يعني الجزء الادرينالين جانكي اللي جوايا انا عايز اروح اتزحلق معاها دلوقتي. طبعا هي طورت الزحليقه شويه وعملتها اطول شويه عشان الموضوع، والله انا بقول لكم هي في حاجه ليها علاقه بالطفوله، وهي مبسوطه واضح حاليا، يعني لابسه قناع بس انا يعني شايف السعاده باينه عليها. بس انا عايز افهم هي جايبه مايك ليه؟ يعني انت في الكونتنت اللي انت بتعمليه ده انت ليه محتاجه ميكروفون؟ ليه صرفتي؟ يعني هي كانت بتحاول تنفست في الكونتنت وتطوره وهتشتري مايك. انا كنت شايف ان انت تشتري زحليقه، يعني منطقي اكتر ان بالكونتنت اللي انت بتعمليه ده تشتري زحليقه. انا سمعت يا جدعان ان يعني انا ما بفهمش في موضوع لايفات تيك توك ده، بس سمعت ان الناس دي بتقعد من 10 ل 15 ساعه اونلاين فاتحين لايف في اليوم. تخيل يعني 10 15 ساعه هي بتعمل اللي هي بتعمله ده. هو حاجه ممتعه وزحلقه وبتاع، بس انت متخيل يا مان الفرهده؟ يعني انا متاكد الست دي كانت تخينه اكتر من كده بكتير قوي وخست. ماشي الست دي هديها 7 من 10 عشان انا بحب الزحلقه واللعب، فهديها 7 من 10. هنشوف الطريقه دي. ده طريقه النبطشي، ان انت عارف النبطشي بقى في الافراح الشعبيه اللي هو اي حد داخل بيروح قايل اسمه في المايك. دول هديهم 6 من 10. ناقصكم مايك، كونتنت ناقص شويه حاجات، بس طريقه الشحاته هنديها 6 من 10. انت تاني يا وليه في ايه؟ خرب بيتك خرب بيتك. رابطه رجليها يا جدعان، في اصابه في رجليها من كتر من كتر العبط اللي بتعمله ده. اتصابت في رجليها بس مكمله عادي اللايف، مفيش حاجه تقدر توقفني. هو ده بقى ايه الاستامينا، ان انت تبقى مصاب وتعبان بس انت فاتح اللايف ومش هتقفل. كانت بتشحت على التيك توك. ايه ده؟ هو ليه في ست ميته؟ ليه في واحده ميته على الارض؟ هو ده ايه ده؟ جدعان التيك توك ده بجد بيقلب ساعات دارك ويب قوي، والله العظيم بيبقى شبه الدارك ويب قوي. يعني بيبقى فيه حاجات تحس ان في جريمه هتحصل دلوقتي، في حد هيجي هيبقى لابس كلاون وهيقطع واحده، فاهم؟ في حاجه. فليه في ست مرميه على الارض في الطرقه؟ اديتها ورده بربع جنيه، نزل لها بعد الورده 24 اسد، يعني 300. نهار اسود. دي واحده بتشحت بالطريقه دي، يا لهوي.
يا نهار اسود، هي دي. لقيت كله بيفرهد، واللي بتتمرجح واللي بتتزحلق ومش عارف ايه واللي بتغني وبتسقف، راح اديت لك انا هموت. مش جاي معاه الفرهده بتاعت الناس التانية دي. قررت تشحت وهي نايمه على الارض ميته. 60,000 جنيه. فأنا بستأذنك. والراجل ده ثابت عليه بيقول يعني وهو بيتفرج، فحول لها قلت ايه؟ خاتم وردة. قلت اما اقعد مع اللايف ده شويه. صعبت عليا. كانت بتشحت على التيك توك. فاديتها ورده بربع جنيه. نزل لها بعد الورده 24 اسد. ده وردة بربع جنيه. الوردة اللي بتطلع في كومنتات دي طلعت بربع جنيه. ربع جنيه. يا لهوي. عشان كده الورد ده ناس تديه كتير. يعني 360,000 جنيه. فانا 360,000 جنيه؟ كم أسد ب 360,000 جنيه؟ ايه؟ قلت اما اقعد مع اللايف ده شويه. نزل لها بعد الورده 24 اسد. 24 يعني أسد. 360,000 جنيه. فانا بس 24 أسد 360,000 جنيه؟ يا نهار أسود. ده الأسد كده بكام يا جدعان؟ مش عارف، مش قادر أحسب بصراحة. يا نهار أسود. 24 أسد ب 360,000 جنيه. كمان الحاجة ميتة. الورثة بقى هيجوا ياخدوا أكيد ال 360,000 جنيه دول. الحاجة ماتت في اللايف يعني. في واحد دخل لقاها ميتة فقرر يتصدق عليها، فاهم؟ استأذنك لو ما فيهاش احراج ترجعي لي الورده بتاعتي. يعني حقك الصراحة، حقك تطالب بالوردة بتاعتك بعد ما جالها 360,000 جنيه. أنت متخيل إن واحدة ميتة نايمة على الأرض، هي بتطلع تفتح اللايف وتنام في طرقة الحمام زي فيلم سو. وجانا 360,000 جنيه. أنت متخيل أنت محتاج تتعب قد إيه في حياتك عشان تجيب 360,000 جنيه؟ هل الحاجة في الإشارات بتجيب فلوس؟ بتجيب. كام؟ في ناس بتراضي. يعني أنت بتكسبي 600 جنيه في اليوم؟ وفي اكتر، يعني ممكن ربنا يبعت اكتر. أنا مليان أسرار. 600 جنيه في اليوم. عشان بتشحت في الاشارات. 600 جنيه في اليوم يا جدعان. بجد والله انا حصل معايا موقف، بجد حاجه يعني حصلت معايا شخصيا. يعني انا اسف على بشاعة اللي هقوله ده، بس انا مره كنت في اكتوبر عند جامعه 6 اكتوبر، وشفت طفل كان بيشحت، فلقيت دراعه متحروق كده، في حروقه كأن حد حرقه، فجبته قلت له ايه ده، مين اللي عمل فيك كده؟ قال لي ابويا. قلت له ابوك؟ قال لي اه. قلت له ابوك بيحرقك ليه؟ قال لي عشان ما جبتش عامل لهم تارجت. يعني انت متخيل؟ والله العظيم ثلاثة، انا يعني لو بايدي او اقدر قسما بالله انا اعدم الناس دي كلها، والله العظيم اعدمهم، اقسم بالله. انا رحت دورت على ابوه ده ساعتها وما لقيتوش. بعد ما قال لي الكلمتين دول قال لي ان ابوه لو ما جابلوش في اليوم 300 جنيه، يعني لو جاب له اقل من 300 جنيه بيحرقه، وكده كده الحرق اللي بيحرقوه ده بينفع في الشحاته بعد كده. فالواد محروق عشان في يوم جاب اقل من 300 جنيه، هو معمول له تارجت لازم يجيب 300 جنيه كل يوم. قطاع الانترنت عن مصر بقى كفايه. ايه يا وليه مالك فين يخرب بيت؟ ايه ده بلاش ورد. طب خدي بقى، خدي ورد، خدي كمان، خدي. نهار اسود. حبايبي كلكم عارفين ان انا منقبه صح؟ فانا هقلع النقاب عشان ليه؟ مفيش حد بيدخل اللايف. لا نقاب عشان ما حدش بيدخل لك اللايف، بس يعني ده قرف بقى. يعني انا مش معترض ان انت تبقي منقبه ولا لا، دي حاجه ترجع لك، بس دي اساءه للاسلام والله العظيم. لان برضو في ناس كتير بتبقى داخله بالنسبه لهم دي واحده المفروض مصريه ومسلمه، فلما تعمل حاجه زي دي تقول هقلع النقاب عشان ما حدش بيخش لي. انا هقلع النقاب اهو، قلعته. يلا بقى كله على اللايف بقى، خلاص بقى ماشي، يلا كلنا على اللايف بقى نكبسه. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. والله مش عارف اقول ايه عن الناس اللي احنا شفناهم دول، يعني الله يكون في عونهم، ولا اقول ربنا يولع فيهم، ولا اقول ايه، مش عارف. لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب لو مش مشترك. استنوا الفيديوهات الجايه عشان في حاجات ضرب نار هتعجبكم جدا، ف سبسكرايب بسرعه لو مش عامل سبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.